النهارده ان شاء الله هعمل معاكم محشي الكرنب ومحشي ورق العنب. بما ان الجو حر كده مش هنحمر البصله، هنعمله ني في ني. نسمي الله كده ونصلي على الرسول. ندخل نشوف المقادير والطريقه. فرمت هنا بصلتين في الكبه ومعاهم قرنين من الفلفل، حطيت عليه ملح وسبع بهارات وفلفل اسمر وكمون وكزبره، ودعكت البصل كده بالبهارات. بعد كده غسلت الرز وصفيته كويس من الميه، ودعكته برده مع قلبته كده مع البصل والبهارات. وهنا الشبت والكزبره ده كان متفرز، خرجته كده من الفريزر وحطيته زي ما انتوا شايفين. وبعد كده نزلت بمعلقتين صلصه، هقلبهم كده كويس، وهنزل بشويه من الزيت، وابدا اقلب الزيت كده مع الرز عشان الرز يتغلف كده بالماده الدهنيه. وهنا كنت فارمه الطماطم في الخلاط وحطيتها على البوتاجاز، غلت كده كام غلوه عشان تتشرب الميه اللي فيها. لو انت حطيت الطماطم كده فرمتيها وحطيتها على الرز على طول، الرز هيميمي معاكي. فرميها كده وحطيها على البوتاجاز تغلي شويه لحد ما تتشرب تنشف من الميه بتاعتها، زي ما انتوا شايفين، زي ما تكوني بتسوي كده الصلصه. بعد كده قلبت الرز كويس خلاص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الرز كان لونه احمر بس الكاميرا طبعا ظلماه. حطيت كده بصل وطماطم في الحله اللي هنحشي فيها. حطيت بصل وطماطم وفلفل. وهنا الكرنب كان مسلوق وشايلاه في الفريزر. لما بتكوني هتسلقي الكرنب وتشيليه في الفريزر، يعني بتحطيه في الميه وتطلعيه على طول. لو سويتيه تسويه كامله هتحطيه في الفريزر هيتهري معاكي. يعني لما بكون هشيله في الفريزر بحطه كده في الميه المغليه واطلعه واقطعه كده وارصه فوق بعضه وادخله الفريزر، ما بياخدش معاكي وقت. والمحشي ما بياخدش وقت خالص، بتحشي طبعا بكل سهوله. هنا بقى عملت محشي الكرنب وعملت كمان محشي ورق العنب، بس الكاميرا كانت فصلت وانا بحشي ورق العنب. بس زودت رز شويه كده من دبس الرمان. حطيت شويه من الزيت وجبت اللحمه كده، حطيت عليها شويه من الفلفل الاسمر. مجرد ما بتاخد صدمه بقلبها على الجهه التانية برضو، برشلها كمان شويه من الفلفل الاسمر. طبعا اللحمه هنحطها في الطاجن بتاع ورق العنب. حطيت كده بصل برضو وطماطم. وبعد كده هرص اللحمه. طبعا انا هحط الطاجن في الفرن، لو حابه تعمليه برضو على البوتاجاز عادي مفيش مشكله. الطاجن بيتحمل الحراره وبتحطيه على البوتاجاز عادي. رصيت اللحمه زي ما انتم شايفين، وبعد كده هرص عليها ورق العنب وبشغل الفرن. مجرد ما الفرن بيسخن بدخل الطاجن على الفرن من تحت، يعني على الصاجه بتاعه الفرن من تحت. مجرد ما بيغلي كده معايا غلوتين بهدي عليه النار وبسيبه يتشرب الشوربه بتاعته خالص على نار هاديه. وطبعا الطاجن له غطا، لو الطاجن بتاعك ملوش غطا بتحطي كده ورقه من الفويل وبتقفليه كويس علشان البخار بتاعه ما يخرجش ويستوي معاكي بسرعه. حطيت له كده الشوربه، وبعد كده برضو حطيت الشوربه بتاع الكرنب. كنت حاطه هنا كام قرن شطه كده، بهز كده الحله وخلاص كده، بس مش هنزود الشوربه اكتر من كده. مجرد بقى ما بيبدأ يغلي بهدى عليه النار. وبعد كده بقى كنت بسلق هنا الفراخ، شوحتها بمعلقه سمنه بلدي كده وحطيت لها